نلتقي وإياكم في دار ماربولس للخدمات الكنسية في هذا المساء المبارك لإطلاق كتاب رسالة الماستر للآب روني سالم موميكا، التي هي بعنوان الإخصاب الاصطناعي والطفل الأنبوب، دراسة علمية قانونية لاهوتية رعوية. ننطلق بأول محطتنا مع ترتيلة المحبة، يقدمها لنا مجموعة من شباب وشابات بغدادة. لا تعرف عمقها إلا ساعة الفراق. روني سالم مرزينا موميكا، مواليد 1989، أمين سر مطرانية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، والسكرتير الشخصي لرئيس أساقفتها، كاهن معاون في كاتدرائية الطاهرة الكبرى بغدادة، مرشد ومؤسس ملتقى أخوات مريم البتول للسريان الكاثوليك، ملتقى المرأة السريانية،
حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الموصل كلية التربية قسم الرياضيات، وكذلك ليسانس في العلوم اللاهوتية والفلسفية من جامعة الروح القدس الكاثوليك لبنان، وحصل على الماستر في علوم الزواج والعائلة اللاهوت الأخلاقي من معهد مار يوحنا بولس الثاني في جامعة الحكمة بيروت لبنان. في المحطة الثانية لمنهاجنا لهذا اليوم هي مرحلة شرح الغلاف والتصميم، لأن الرسالة صممت بطريقة جديدة لتكون كتاباً متاحاً للجميع ولكل من يهتم. الآن نكون مع الآنسة أنديرا فاروق التي صممت الغلاف لنسمع إلى الشرح. بناء على طلب أبونا روني حب إنه اليوم نقدم فكرة بسيطة عن الغلاف وتكون واضحة لكل قارئ. أكيد خلال مرحلة تنفيذ العديد من الأغلفة تمت استشارة مجموعة من الأشخاص ذو خبرة. بالنهاية تم الاتفاق مع صاحب الكتاب على التصميم. إذا نشوف الغلاف هو صورة مجهرية لعملية الإخصاب تظهر البويضة مع الحيوانات المنوية في المختبر. هاي الصورة هي أقرب وأسهل للقارئ تظهر تكون. فقررنا اليوم نشرح ليش اخترنا هذا التصميم بالذات، لكون انه الاخصاب الاصطناعي يتم خارج الرحم في المختبر. لهذا كان الدافع الاساسي انه اختارينا هاي الصورة. شكرا لك يا آنسة أنديرا، ليبارك الرب شبابنا المعطائين والمفكرين. محطتنا الثالثة هي تقديم محتوى رسالة التي دافع عنها الآب روني سالم موميكا، ونال فيها الامتياز من جامعة الحكمة من بيروت لبنان. لنستمع إلى محتواها مع الآنسة أزهار سقط. إن الرغبة في الإنجاب والحصول على ولد لهو دافع فطري كائن في أعماق الإنسان، والحرمان منه يؤدي إلى خلق الاضطراب النفسي والروحي. فالإخصاب الاصطناعي بكافة طرقه ووسائله يعد من المواضيع المثيرة للجدل بين مؤيد ومعارض. التجاء كثير من الأزواج إلى مراكز العقم والخضوع لها لأجل الحصول على ولد، وآخرين لا زالوا لهم يقين بالرب إنه واهب الحياة، معتمدين على إيمانهم طالبين من الرب ولد، وقد صارت بالحقيقة وكلنا ثقة بالرب يستجيب طلباتهم في كل وقت. في هذه الرسالة، رسالة الماجستير المقدمة من قبل الأب روني موميكا، كانت وفق منهجيتين: المنهجية الأخلاقية والمنهجية الرعوية، إذ تتكون الرسالة من 3 فصول. شكرا لك آنسة أزهار على هذا التقديم. محطتنا الرابعة هي معها صاحب الرسالة الأب روني الذي تعب واجتهد ودرس ليعطي لنا هذا العطاء المجاني الغزير. نستمع إليك أبونا بفرح وصغاء. بارك الله أصحاب السيادة، أحبائي الحاضرين، أنا أشكركم كثير لأنه لبيتوا الدعوة وجيتوا حضرتوا على هذا اليوم اللي هو نقدر نقول عنه أنه يوم فرح، لأنه نحن كي نعطي من عصارة العلم اللي إحنا تلقيناه حتى يكون للجميع فائدة. كتبت اليوم على صفحتي على الفيسبوك: الكاهن لازم يكون قوي بنشر التعليم المسيحي. يعني الكاهن هو حامل لرسالة، وهذه الرسالة أن يكون أميناً عليها، أن يكون أميناً بالقول والفعل. فأحبائي، مثل ما تشوفون أنه موضوع الرسالة اللي أنا اخترته ودرست عنها وبحثت فيها هو الإخصاب الاصطناعي
وطفل الأنبوب، دراسة علمية قانونية لاهوتية رعوية. ما هي الدوافع اللي خلتني أنه أنا أبونا روني يمكن كنت صغير بالعمر أروح أدرس وأكمل الدراسات العليا؟ أقولها أولاً ليس لكي يكون فقط لي اسم، لأنه الاسم ممكن أن يعطى، ممكن أن يكون أكو اسم ماجستير، حامل ماجستير، حامل الدكتوراه، ولكن الشخص إيش استفاد من هذه الدراسة، وشنو هي الأشياء اللي راح يقدمها واللي راح يعطيها. أتذكر بسنة 2019 كنا أنا وسيدنا المطران مار بنديكتوس يونان حنو نتباحث في أمور الدراسات. هو انقبل حتى يروح لروما ويكمل اختصاص في الكتاب المقدس. بعدين قال لي أشو ينقصك أنت؟ فكر أنه تدرس. قلت له نعم سيدنا. أنا كنت بهذاك الوقت كي أشتغل برعية مار أفرام بالسمنير سابقا، أشتغل بهالرعية اللي كانت رعية منكوبة، هي كانت رعية نسبة الدمار فيها كم مثل ما يقولون بلجنة الأعمار كان أكثر من 70% كانت محروقة ومدمرة. كنا نشتغل بالرعية، ولكن إجا يوم من الأيام أنه أنا قررت مع مطراني السابق مار يوحنا بطرس موشي إذا يقبل أنه يعطي لي الإذن حتى أروح أنا أدرس. ولكن كانت الأمور المادية هي اللي تقف دائما حجر عثرة، منو راح يوفر الأمور المالية للكاهن حتى يدرس. أكيدا بعد فترة صارت أكو مخاطبات بين المطرانية والبطريركية، فسيدنا البطرك طلب أنه أنا أكون مساعد في أمانة السر، فقبل سيدنا بطرس أنه أنا أروح وأدرس في جامعة الحكمة ببيروت لبنان. أكيدا أحبائي الدافع الأساسي اللي دفعني أن أروح أدرس مثل ما قلت ما كان هو بالنقطة الأولى، ولكن الدافع كان ملتقى المرأة السريانية، ملتقى أخوات مريم للسريان الكاثوليك، هم اللي خلوني أنه أنا أتشجع وأروح أدرس وأتخصص في مجال الأخلاق، في مجال العائلة والزواج. من بعد عمل طويل، من بعد عمل مع النساء في عنكاوة ومن بعد في بغدادة، تخمرت هالفكرة ببالي أنه نحن ايش نريد نقدم لمجتمعنا. فأنا شفت أنه الشيء المناسب أنه هو الأخلاقيات والزواج والعائلة، لأنه اليوم التحديات الزواج صارت كثيرة أحبائي مثل ما تعرفون، وكأننا نحن نشهد على حرب كبيرة باتجاه مؤسسة الزواج، على حرب هنالك من يدير حتى ينالون من هالمؤسسة، وهالمؤسسة تموت، مؤسسة العائلة والزواج. فهذا كان الدافع الأساسي لإلي أن أروح وأدرس. أكيداً تحديات كانت كثيرة، ما كانت تحديات سهلة. التحدي الأول هو أن أتخلى عن بغداد اللي أنا أحبه، أنه أنا أروح أدرس. كان المقرر 5 سنين أروح أدرس ماجستير ودكتوراه، ولكن أنا من بعد 2 سنين من بعد ما خلصت دراسة بسرعة أنه سحبني سيدنا بطرس أنه أرجع للعراق لأنه كان أكو حاجة. فبهالفترة شنو كنت أفكر؟ أكيداً كانت صعبة. أتخلى عن رعية كنت أنا مسؤول عليها، أتخلى عن بغدادة لأنه كانت تحررت من قبل فترة، أتخلى عن العلاقات مع الآباء الكهنة لأنه كنت أنا واحد من عندهم، هم يحتضنوني وأنا معاهم، أتخلى عن أهلي، أتخلى عن كل شيء، أروح أنا إلى مهمة جديدة وإلى دراسة. ما كانت سهلة أنه أنا أكون أمين سر مساعد في البطريركية وأكون أيضاً أنا طالب وأدرس. ايش يختلف طفل الأنابيب
عن الامرأة اللي كي تروح وتاخذ الأدوية؟ أكيد الأطباء هم يجاوبون. وكثير من هالأسئلة، شنو الموضوع؟ ليش نحن الكنيسة وعملت ضجة وتدخلت بهذا الموضوع؟ وشنو ذنب الرجل والامرأة تزوجوا وعندهم إمكانية أنه يجيهم ولد وجاهم ولد؟ وين القضية؟ موضوع بسيط. ليش نحن نعقد هاي الأمور كلها؟ ممكن واحد يقول، وأكيد كان في بالكم من كي يقولها، بس يمكن خجل أو ما جاوب أو ما مثل ما نقول ما سأل هذا السؤال. واليوم أيضا الطب ما شاء الله تطور وتقدم، وطالما كي يلقي الحل وطالما أنه النية هي جيدة، منا حتى أبدي أجاوب، بما أنه النية هي جيدة هي إنجاب البنين، فإذا ليش الكنيسة تقف عايق؟ ليش الكنيسة تيجي وتحكي؟ هسه ترى أجاوبكم. نرجع للكتاب المقدس اللي ما عندنا غيره. نرجع إلى وين؟ إلى بداية الكتاب المقدس. نرجع إلى لوط وبناته. لوط وبناته لما اعتزلوا في الجبل كانت نيتهم أيضا جيدة، أرادوا أن يقيموا نسل لا أبوهم، فغاية هي النسل البشري، غاية هي بأنه ليش ما نكثر وليش ما الله أعطانا هاي النعمة ليش ما نستثمرها؟ شلون تجي ما مهم. فايش قاموا عملوا؟ قاموا سكروا والدهم، خلوه يسكر ونام مع الأولى والثانية وجابوا ولدين، كل واحدة جابت ولد. إذا نجي نحن نقرأ بالتاريخ راح نشوف أسوأ ولدين بالتاريخ، كلهم مشاكل، كلهم مصايب، كلهم دمار. فإذا هنا لازم نحن نبدي نفكر ونشتغل بأنه الله هو اللي يرسم حياتنا ولا نحن؟ إذا الله يرسم حياتنا لازم ننتظر، لازم نصبر، نقوم بالأشياء الصحيحة والأشياء المرضية فقط. في نفس الكتاب المقدس لما نتقدم شوية، لما نشوف مع إبراهيم ما كان عنده مشكلة، ولما تزوج هاجر جاب من عندها ولد، وبن بعد هاجر وصار تزوج قطورة وجاب من عندها 5 أولاد. ولكن لما كان عايش مع زوجته سارة كانوا عايشين على الوفاء، كانوا عايشين على الحب الأساسي. فالكتاب المقدس يمكن ست أنديرة قالت ليش ما أكو قانون؟ لا أكو قانون، القانون اللي هو الكتاب المقدس هو قانوننا. من البداية الله حسمه لهذا الموضوع وأعطانا كثير أمثلة، أعطانا لوط وبناته، الخلفة السيئة، الإجبار اللي الإنسان اللي يروح يدور على طرق غير شرعية، فإذا هاي طريقة غير شرعية. نفس الشيء لما 2 غير متزوجين يجيبون ولد، همين جابوا ولد، بس هل هذه طريقة صحيحة؟ هل هذا الأمر مقبول؟ لا. زين ليش؟ ما هو زواج همينه، بس ماكو قانون بيناتهم، ماكو ديمومة بيناتهم، وكثير من هذه الأمثلة. اليوم كان يوم مبارك، يوم جميل، نحن نشهد على تحقق هذا الحلم الكبير اللي كان ثمرة جهد، كان ثمرة تعب، كان ثمرة بحث لسنوات متعددة في الدراسة والتغرب خارج البلد في الجامعات في بيروت لبنان. أكيدا اليوم نحن بدنا نوقع هذا الكتاب اللي هو بعنوان الإخصاب الاصطناعي وطفل الأنبوب، دراسة علمية قانونية لاهوتية رعوية يعطي اليوم للإنسان المسيحي الطريق الصحيح، خصوصا المتزوجين اللي هم بلشوا يبدون حياة جديدة، اللي هم تأسسوا على الحب وفي بالهم أنه يكونوا مستمرين في الديمومة من خلال إنجاب البنين. أكيدا في كثير من الأحيان الإنسان يجهل حقائق معينة بحياته الإيمانية أو بحياته الدينية، والكنيسة هي تكون هذا الصوت الضمير، صوت الله، صوت الحق، صوت اللي راح يعطي لها الإنسان أنه يمشي بالطريق الصحيح. واليوم دراستنا هي تساعد كل الأزواج والمخطوبين والأشخاص اللي هم كيف يفكرون أنه يكون عندهم أولاد، ممكن لسبب معين أو ممكن لعائق معين ما صار عندهم أولاد، ما سمح الله أنه يكون عندهم أولاد. أكيدا لازم هالأشخاص أنه يفكرون بتفكير الكنيسة وبتفكير الله الذي خلق الإنسان رجل واحد وامرأة واحدة،
هالأشخاص مدعوين ليس فقط إلى أنه يعيشون حياة في الإنجاب، وإنما يعيشون حياة روحية مع بعضهم، حياة دائمة مثمرة بالحب اللي راح يجمعهم هالشخصين، ويكونوا هم مثال رائع للأزواج المتزوجين اللي عندهم أولاد واللي هم يعيشون حياة زوجية صعبة بمشاكل. هالزوجين أيضا مدعوين أنه يكونون رسل مرسلين إلى العالم حتى يكرزوا ببشارة الإنجيل. هالزوجين أيضا مدعوين أنه يكونون خدام في الكنيسة يعملون مع الكاهن، وأيضا يكونون المثال الصالح في عيش الحياة المسيحية والسير على أو السير بخطى الكتاب المقدس، بخطى الإنجيل. أكيدا هذا الموضوع ما هو حديث اليوم يطرح على الساحة، ولكن كان يتطلب من الكنيسة أنه تكون جريئة أكثر حتى تعطي هذا التعليم بصورة هذه اللي اليوم نشوفها من خلال هذه دراسة الماستر أو الماجستير، وأنه يطبع ككتاب يكون متاح للجميع حتى يقرون ويستفيدوا من عنده. أكيدا اليوم أنا رسالتي كباحث وكمحضر لهذه الرسالة، أولا أدعو جميع المتزوجين إلى فهم الحياة الزوجية، هاي أولا. ثانيا أنه يعيشوا الحب والديمومة. ثالثا إذا باركم ليكون هم مباركين، وليكون هم مؤسس زواجهم على الحب وبكلمة النعم اللي قالوها قدام المذبح المقدس. لازم ينعشوا هذا الزواج إذا كان مع أطفال أو بدون الأطفال، ويكونوا هالشهود الحقيقيين وشعلة النار متقدة بالحياة المسيحية. أيضا أدعو جميع المتزوجين إلى عدم الانجرار خلف يمكن شهوات زمنية، تمنيات زمنية، ممكن إلى مراكز ممكن تعطي لهم هالأمل الوقتي أنه راح يكونون أنه يصنعون أطفال، لأنه الإنسان ما يصنع طفل، لأنه الإنسان يعطى له طفل، يوهب له طفل، يعطى كهدية له طفل من السماء. فإذا نحن حتى نكون محافظين على كرامة الإنسان، محافظين على كرامة الطفل، لازم نحن ندافع على هاي الحقوق ونكون نحن دائما ملتزمين بهذه المسيرة. أيضا وصيتي للأشخاص اللي هم يقومون بهذا الأمر من الأطباء، أدعوكم إلى أنه تشوفون حلول لهالمتزوجين، أنه ما يكون أكو إعاقة للعلاقة الزوجية الحميمية بين الزوجين، أنه ما تكونوا أنتم طرف ثالث تقومون تاخذون دور الله وتخصبون البيضات خارج الرحم، وإنما تكونون تساعدون هالشخصين حتى يقومون بهذه العملية ويكونون هالشخصين خصيبين من الناحية الجسدية. أكيد أشجع على البحوث العلمية، أشجع الشخصين اللي ما عندهم أولاد أنه يقومون بهالعمليات، بهالبحوث، يساعدوا الأطباء حتى يكتشفوا شنو هي الوسائل والأساليب اللي راح تخلي هالزوجين يكون عندهم أولاد بدون أن ما يكون هاي التقنيات اللي نحن نسميها الإخصاب الاصطناعي والطفل الأنبوب. أكيدا وصيتي أيضا أو تشجيعي أو طلبي للحكومة ولمجلس النواب العراقي أنه هالموضوع يؤخذ بجدية، ويكون أكو قانون خاص يوضع سندا للدولة، سندا للعائلة، سندا للآباء والأمهات، سندا لهذا الجنين الصغير اللي هو كيصير تلاعب بينه بعمليات معينة في المختبرات اللي كان نشوفها اليوم، وخصوصا اليوم صار الإعلانات كثير عليها. أيضا يكون أكو قانون رقابي على هؤلاء الأشخاص، على هؤلاء المراكز، على هؤلاء الأطباء، وأيضا يكون أكو شروط لهذا الشيء. أكيدا كل هالأشياء أدعوكم أنه تقرون هذا الكتاب، وهو راح يعطي لكم المعرفة الكاملة. كتاب الإخصاب الاصطناعي والطفل الأنبوب في الوقت الحالي، وإحنا في خضم التطور الطبي والتطور العلمي، وفي الوقت اللي أصبحوا العوائل، كثير من العوائل ما عندهم صبر ينتظرون سنة وسنتين وثلاثة. الأطباء بهالوقت الحالي سهلوا الأمر للزوجين أنه يكون أكو الطريقة، وهي الإخصاب الاصطناعي، إخصاب خارجي وثم وضعه في رحم المرأة. فائدة هذا الكتاب للعائلة المسيحية أنه بينا أبونا روني بين لنا شنو موقف الكنيسة من هذا الموضوع، وأنه موضوع مرفوض نهائيا، وهي بالأكيد هي خطيئة تعتبر أن إحنا كعائلة مسيحية شرح بها طريقة الإخصاب ومخاطرها ومساوئها وسبب رفض الكنيسة لها.